ما يلزمها لأنه هن بالهي. بهالمنطقة اللي هلا نحن عم نحصد فيها هي منطقة تل شنان اللي صار لها أكثر من 5 سنوات الاحتلال التركي عم يستمر بشن هجماته على هالمنطقة. يعني بالرغم من انه هاي المنطقة هي بمنطقة التماس اللي تعد هي منطقة تماس، نحن يعني كاقتصاد مرأة استمرينا بزراعة هالأراضي اللي تابعة لاقتصاد المرأة وعملناها كجمعيات نسائية. يعني مثل ما انك شايفة هلا نحن عم نحصد مساحة 90 دونم، هال 90 دونم هي لعضوتين يعني لنساء، 2 من النساء. يعني هلا نحن عم نحصدها. يعني بالرغم من انه الاحتلال التركي كان مستمر بشن ضرباته على هالمنطقة، نحن استمرينا بهذا الشيء وتابعنا عمل هالجمعيات، وخاصة هالنساء يعني اللي تابعوا عمل جمعياتهم. بالرغم من انه هالنساء هن كمان من القرى النازحين يعني استمروا يعني بمتابعة هالجمعيات، ونحن كمان بدورنا كاقتصاد مرأة دعمنا هالنساء وتابعنا معهم عمل الجمعيات. مثل ما تقولي من أول بذرة حطوها لحتى صارت سنبلة. الشيء المميز بهالجمعيات إنه هالجمعيات بتوقع بخط التماس. يعني يعني شفتي خلال الشهرين الماضيات يعني كان في ضربات مستمرة على تل شنان، يعني كل 2-3 كان في ضربات على تل شنان. يعني هذا الشيء المميز بهالجمعيات. كمان هلا في عنا مساحة 85 دونم كمان لعضوتين من النساء هن بعد الساتر. يعني نحن كمان بدورنا وبدورهن هن كنساء وإرادتهم وإصرارهم رح نخترق الساتر ورح نقوم بحصاد هالجمعية، وإن شاء الله تكون يعني هالجمعية تكون خير لهالنساء. الشعير أو سواء الحنطة هو الذهب الأصفر يعني مثل ما نقول. يعني حابة أقول لكل النساء بمناطق شمال وشرق سوريا يعني لازم تستمروا وتقاوموا وتناضلوا، والسنة الجاية يكون في عنا إرادة واصرار اكثر، من بدل ما نزرع هالمساحات بعل خلي تكون كمان سقي يكون انتاجها اكثر. يعني كنساء هون بمناطق شمال وشرق سوريا يعني في عنا نساء بخطوط الجبهات عم تقاوم، وكمان في عنا نساء هون بخطوط التماس عم تقاوم. يعني مثل ما انك شايفه الرفيقات اللي عم يقاوموا بالجبهات، نحن كمان عم نقاوم بخطوط التماس وعم نزرع هالاراضي، ورح نكون ان شاء الله الايام الجايه نطور حالنا اكثر واكثر، ورح نقوم بزراعه هالاراضي كمان سقي.